خلاص. وعشان تبقى فاهم، الوكيل اللي مش عايز يدي الموزعين ده، هو مش عايز يدي الموزعين عشان الاوفر برايس، ما الناس ما تعملش اوفر برايس، لا هو عايز ياخد الاوفر برايس لحسابه. النهارده عربيه ثمنها مثلا 1.5 مليون مثلا، خلاص. طيب عربيه ثمنها 1.5 مليون دي، هو لو اداها للموزع، هو الاول كان بيعمل ايه؟ الموزعين يجوا الوكيل يدفعوا ثمن العربيات، هو برضو الوكيل ما بيصرفش على حاجه، هياخد الفلوس من الموزعين عادي. خلاص. العربيات توصل، الوكيل بيبقى حاطط مثلا مارجن ربح قد كده، يدي للموزع ويقول له هتبيع بقى قد كده، عشان يبقى هو كمان الموزع كسبان مارجن ربح قد كده. يقوم الموزع واخد العربيه خلاص بقت عنده، يكنزها شويه، وبعدين يبتدي يرفع في سعرها علشان يعطش السوق، يبتدي يرفع في سعرها شويه، بعد كده يبتدي يدي المعارض دي بقى لا حول الله ولا قوه، برضه مش تبقى عارف المعارض بتاخد باوفر برايس اصلا، فيبتدي يبقى عايز يحط مارجن عشان يكسب هو راخر. العربيه اللي بقت 1.5 مليون، اللي هي كانت 1.5 مليون، هو المفروض 1.5 مليون دول الوكيل صاحب الوكيل اللي جايب العربيه كسبان 200,000 جنيه، والموزع في العربيه دي والموزع كسبان 100,000 جنيه، خلاص، ويبيعها ب1.5 مليون. يقوم الموزع ياخدها ب1.5 مليون، يبيعها ب1.7 مليون للمعرض، والمعرض لازم يكسب، هيحط على الاقل 50-60,000 جنيه مثلا على كل عربيه. بقت العربيه ب1.750 او ب1.8 لكن هي اساسيها 1.5 مليون، وكله متراضي، يعني 1.5 مليون وكله متراضي، كله كسبان ومبسوط. انا بقول لكم كلام والله ما حد هيقول لكم الكلام ده، لان انا في المطبخ فشايف وعارف اللي بيحصل. الكلام ده ما حدش هيقوله لكم. طيب الحل ان انتوا اللي بتدوا فرصه للناس ان هي تعمل فيكم كده. الوكيل النهارده قال لك ايه؟ لا فوقك بلا موزع بلا بتاع، انا هاخد التورته كلها لوحدي. هو ما نزلش عربيات، يعني هو العربيات ما رخصتش، يعني طبعا في فرق، كان في اوفر برايس لان المعروض قليل. النهارده هو هيبقى فيه معروض اكتر، بس المعروض ده متباع اصلا. اوعى تكون فاكر ان الطوابير دول هم دول اللي هيستلموا الدفعه اللي جايه للبي ام دبليو، لا، الطوابير دي فلوس بس عشان الوكيل يعرف يشتغل وياكل عيش. طيب هل كده ده معناه ان العربيات الوكيل جايبها بسعر كويس؟ لا. يعني انا عايز اقول لك مثلا ان انت عندك شحن وتامين ومصاريف اصدار شهاده يورو 1 ومصاريف الاي سي اي دي والريجستريشن عشان الضمان، خلاص، وشحن داخلي والشحن البحري، كل دول داخلين في حوالي حسبه 10,000 يورو. الوكيل ما بيدفعش منهم على بعض غير 1000 يورو بالكتير قوي، يعني ده لو دفع 1000 يورو، يعني كمان 1000 يورو ده برضه احنا كده مبذرين يعني. وفي الاخر العربيه اللي احنا هنجيبها سعرها مثلا 40-50 الف يورو، هو بتقف عليه ب20,000 يورو، لان مش نفس المواصفات ولا نفس الكماليات. خلوا بالكم من فلوسكم اللي انتوا شقيانين وتعبانين فيها دي، بدل ما تروح تقف في طوابير زي اللي انا شفتها النهارده. هي طوابير مش كتيره قوي يعني، بس يعني في طوابير ناس واقفه عشان عايزه تحجز عربيات بي ام دبليو، البلد فيها فلوس الحمد لله يعني. بس بدل ما تروح وتعمل في نفسك كده، حافظ على قرشك. فكر الاول، انت لو رحت حجزت، هو التوكيل ده مش زي بقيه التوكيلات يعني؟ لا، زي بقيه التوكيلات عادي. واوعى تكون فاكر ان هو هيجيب عربيات بفلوسه ويوقفها يقول لك تعالى اشتري. هنا بقى يبقى ده فعلا توكيل وفلوس والغانم بيعمل كده بره بيعمل كده، انما هنا مش هيعمل كده. هنا هو مش عايز يعمل كده، هنا ناخد فلوس الناس ونشتغل بيها يا باشا. انت ما شاء الله فلوسك ياما يعني، بس طبعا دي اداره يعني الموضوع مش موضوع الغانم، هي الاداره هي اللي بتفكر التفكير ده، الاداره اللي هو موظفهم يعني هم اللي بيفكروا التفكير ده. لكن لو انت فكرت بشكل مختلف بيعمل ايه؟ هو الصح بتاع الشغلانه شهر 8 اكون حجزت الكوتا بتاعتي، شهر 12 يناير الكوتا العربيات تبقى واقفه عندي في المعارض في الشورومز بتاعتي، تتباع بيع مباشر. خلاص، هو انت عايز تطلع الموزع بره اللعبه والمعرض بره اللعبه، بيع مباشر من المعارض، بس العربيات واقفه على الارض. مش تروح تقول لي الم فلوس من الناس. حتى الغانم بقت بتلم فلوس من الناس عشان تجيب لهم. يا باشا ما تجيب يا باشا وتوقف العربيات على الارض.